السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصمم خميس راشدي. إن شاء الله راح أعلمكم اليوم نكتب الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نتأكد قبل تشغيل البرنامج من تاريخ الجهاز اللي هو يكون 1/1/2010 والجهاز يكون في وضعية الطيران. نفتح البرنامج بعد تثبيته عشان نكتب مخطوطة جديدة. نختار هذه الأيقونة بيج تكست أو نضغط كنترول إي يطلع لنا هذا البوب أب عشان نكتب فيه الجملة. راح أكتبها الحين إن شاء الله. طبعا البرنامج مشغلنا من قبل فبيكون بيقص صفحة. أول شيء بيقص صفحة عمودية عشان نغير اتجاه الصفحة. رايت كليك في أي مكان في البرنامج نختار بروبرتيز ونغير منها هذا اللي يكون نضغطها تتحول لصفحة عمودية أو لها أفقية نفس ما الحين ظاهر. طيب بعد ذلك ننقر في هذه الأيقونة هنا في أيقونة الكلمة اللي نحرك منها الكلمة فوق وتحت في كل مكان. وغيرت حجم الخط خليته كان في العادة 72 لكن أنا أريده عشان يكون الرندر مالي يكون ممتاز خليته حجمه 150. والخطوط من هنا نختارها كانت هنا على خط النص تعليق بس أنا أكتب بخط الثلث فأختار خط الثلث أو خط النسخ على حسب اللي أحتاجه. فحاليا نختار على خط الثلث إن شاء الله يكون درسنا على خط الثلث اليوم. بعد ذلك أروح لكل الحرف أريد أشتغل فيه بروح له بذات نفسه. بيظهر هنا عندنا بعض الحركات لأن الكلمات تتحرك من فوق وتحت يخبرك إن الكلمة تحركت من مكانها يعني نفس ديتكشن. فبنسوي بنكبر الحين الصفحة عشان ندخل داخل. تكبير يا إما من هنا طيب أو عن طريق الكيبورد كنترول زد. طيب فبنروح لحرف الراء أول شيء بضغط عليه بيتحول لون الأزرق. رايت كليك على الحرف واختار other shapes يعني أشكال أخرى للحرف. طيب فأنا أحتاج حرف الراء هذا وأبدأ أستخدم الحروف بشكل صحيح. بستخدم المسطرة من فوق أو خلينا لحظة أصغر الصفحة قبل إلى 100% أو 150. بمسكها في مكان في المسطرة بمسكه وبسحب يعني بعد ذلك أريد المخطوط كلها الحروف يكون على هذا الحرف وبحط نفس الشيء مسطرة في الأعلى بعد ما ضبط أول كلمة. طيب ضبطنا حرف الراء نضبط حرف الباء في المكان اللي نشوفه مناسب يفضل يكون على السطر. طيب النقطة في مكانها ونرتب الكلمات بشكل الصحيح اللي نشوفه مناسب. طيب شيل الهمزة مكانها الصحيح. في بعض الكلمات بيجي فيها النقاط مو موجودة مثل الحين كلمة إني ما فيها نقاط فنحن نضغط على رمز الفاول هذا. طيب نسحبه نخليه قريب منا نحتاجه طبعا هذا في الأدوات بعد في التشكيل. وباقي نقاط حرف الياء نمسكها نجيبها نحطها في مكانها الصحيح. طيب كلمة لما بغيت أغير شكلها مثلا ما عجبني هذا الشكل إيش نسوي؟ رايت كليك نختار other shapes يطلع لنا كل الشيبس المتوفرات حق كلمة لما. فأنا راح أختار تقريبا هذا الشكل. طيب خلي قريب تقريبا من هنا. الحين بدأ يظهر فوق معي نفس الليفل أب أو نفس الخط الأفقي للكلمات. فبمسك مسطرة ثانية وبسحب وبخليه مثلا يكون على هذا الاستقامة وهذه الاستقامة ما مشكلة. زين بحط الكلمات على السطر مثل ما قلت سابقا. الحين معنا هذه الألف أو هذه اللام أريدها تطول. أروح أشوف الأداة اللي تناسب الحروف اللي تطول. طبعا بشرح الأدوات نفس الشيء. بشوف الأداة اللي تخلي الحروف تطول أو إنها تخلي الحروف اللي هن حروف الياء والألف المقصورة إما إنها يعني كبر من الحروف أو إنه تلتف للجهة الثانية. بقرب هذه قبل لأن بعد ما عندي عندنا خيار ثاني. فبقرب أداة الياء المقصورة مثل عندنا هذه الياء الحين إذا أحط الياء مع في الطريقة الثانية مش يسميوها بالضبط بضغط فيها كذا بتتحول بهذا الشكل. طيب كان ما يعرف هذا التصميم يكون بهذا الشكل فأضغط كنترول يو أو أندو كنترول أندو أو من إيديت نفس الشيء عندك أندو. طيب زين الحين احنا كما قلنا نريد نكبر هذا الحرف يكون للأعلى. نروح لأداة الألف نضغط فيه يبدأ يكبر معنا للأعلى شوي بنقصه. ونفس الشيء هذا الألف نحتاج نكبر هذه الأعلى ننقر فيها ننقر لحد ما يسوي اللابتوب صوت إنه خلاص وصلت الماكسيمم من الضغطات أو من الكليكس. فما نحتاج نسوي كليكس أكثر عن كذا فالكيك تكون زينة. طيب
نضبط كلمة. طبعا لازم نرجع على الماوس الأسود، نشيل كلمة أنزلت، نضبطها بشكل صحيح، خليها تبدأ من هذا المكان. النون والزاء عندنا ظهرات بشكل غير منظم أو غير مناسب. رايت كليك، نختار other shapes، نختار الشكل اللي نشوفه مثلا مناسب حالها. فكر في هذا. طيب بحطها كذا، بحطها شوية على السطر. طيب أوزع النقاط بشكل مكانها الصحيح. طيب وهنا معنا في همزة، همزة ترجع مكانها الصحيح نفس الشيء. ونجيب باقي الكلمات، كلمة أنزلت تبقى كما هي في مكانها الصحيح، ونكبر الألف لأن نريدها توصل لفوق. طيب نرجع للماوس، نروح سكرول ليفت عشان نجيب الكلمات البقية، أو حرف نقاط التاء قبل نجيب المكان الصحيح. عذرا. ونجيب باقي الكلمات وباقي الحروف في مكان صحيح كذا. عندي إلى شوية أريد أنقص حرف الألف. في العادة تنقص، لكن في البرنامج اللي عندي شوية ما ينقصن، يمتدن للأعلى. هذا يعتبر عطل في البرنامج نفسه يعني، لأنه ما يرجع للأسفل يعني. بس بغير شكل الألف المقصورة اللي في كلمة إلى عن طريق الأداة هذه، أخليها كذا. طيب شيلها من هنا، أريد أخف هذه، لكن بستخدم فيها الفوتوشوب أو الإلستريتور بعد ذلك عشان أخفها، أو يمكن أرتبها حتى كذا بهذا الشكل. لكن مشكلتي تتداخل مع الحروف الثانيات، فلازم شوي يكون في تنسيق بين الحروف. طيب يبقى هذا باقي الكلمات. أصغر الشاشة شوية إلى 100%، نروح يسار نجيب باقي الكلمات وخليها حتى 50%. طيب الكلمات موجودة في الجهة، أحدد كذا، تحول لونها أزرق، أمسكهم وأسحبهم. باقي معي كلمة واحدة هناك، فقير، راح ذاك الجهة. هنا نكبر عن طريق كنترول زد، نعدل كلمة من، رايت كليك، other shapes، نختار الشكل اللي نريدها كلمة من بهذا الشكل. طيب كلمة خير. طيب تبقى كلمة فقير، كنت أريدها تكون بهذا الشكل، لكن شوية يمكن صعب، بس أحاول أنسقها بشكل صحيح. كل هذا يحتاج تنسيق، يحتاج تخطيط مسبق على أساس تطلع مخطوطة حلوة. طبعا هي الحين الفاء طلعت شوي أكثر، فبإمكاني شو أسوي؟ أمد الحروف هذه عشان تكون في نفس تنسيق حرف الفاء. طيب نقاط الياء، نقاط القاف الموجودات نجيبهن من هنا نحطهن. ثم قلت بمد شوية بحرك المسطرة يعني على أساس تكون هنا تقريبا، وأبدأ أمد الحروف للأعلى. طيب وهذا كذلك، وهذا كذلك. طيب أضغط كنترول زد اللي هي عشان الزوم، وشوية هنا حسيت في مسافة أكثر، فقلت أفضل إني أخف المسافة. نرتب الكلمة أو المخطوطة تكون أفضل لما تكون متقارب الحروف بينها بعضها بعض. أو
وعادي بإمكان نملي الفراغات اللي موجودة عن طريق التشكيل، ما في مشكلة. الهمزة في مكانها وإني في مكانها، كل شيء في مكانه الصحيح وكل شيء في مكانه المناسب. بعد ذلك بنبدأ في التشكيل. بسرع الفيديو فيه، بشرح الأدوات بشكل سريع. عندنا أداة الهاند اللي هي نختارها عشان نحرك الكلمات، أو قصدي البوينتر هذا. أداة المؤشر نفس تمسك الصفحة وتحركها لفوق وتحت. أداة الزوم بإمكاننا نسوي زوم في منطقة محددة، نعالج الحرف من مكان محدد. طيب، وعندنا أداة الدوران نختارها عشان ندور حرف واحد في مكانه الصحيح بهذه الطريقة. طيب، عندنا أداة حرف الراء. هذه وظيفتها تعطيك أشكال مختلفة، ما تشتغل مع حرف محدد يعني. هذه في كل الكلمات تشتغل، تعطيك أشكال مختلفة حق كل كلمة. مثلا قرف هذه تغيرها، وإذا ما في أشكال على طول اللابتوب أو الجهاز يعطيك صوت إنه ما في أشكال. أداة حرف الألف فائدتها مد حروف الألف. وأداة الألف المقصورة أو الياء وظيفتها نعدل بها حروف الياء بحيث تكون على الجهة المقابلة أو تعطيها اتساع. أداة قال بإمكان نشبك كلمات مثل الألف والياء في كلمة إلى. نضغط في ألف في الياء يطلع عندنا الكلمة بهذا الشكل. خلينا نسويكم إياها. يطلع عندنا الكلمة بهذا الشكل، الحروف تكون مشبوكات. طبعا نفس الشيء نضغط فيها نسوي رايت كليك other shapes، يطلع عندك أكثر من شكل للحرف أو الشكل. طبعا كنترول يو نرجع. وعندك أداة مع لما يكون عندنا حرف. خلينا نقربها. مثلا هذه شوية تحتاج إن نروح على النص الأساسي ونسوي سبيس بين في كلمة إني، نسوي مسافة بسيطة. طيب، نجيب حرف النون نحطه بهذا الشكل، نضغط أداة مع تحول إلى حرف بسيط صغير كذا. بإمكان نستخدمه نربطه مع كلمات بهذه الطريقة أو غيرها يعني. فهي تقريبا استخداماته. طبعا التراجع أعمل كنترول يو في التراجع. وكذا تقريبا خلصنا المخطوطة اللي نحتاجها. حاليا بسرع الفيديو عشان أشكل الكلمات أو أشكل المخطوطة كامل. تمام، فبيكون الحين في وقت تشكيل. طيب، انتهينا من تشكيل المخطوطة، بس في نقطة لما نريد نشكل أو نغير حجم أي شيء في التشكيل هذا، نسحبه يكون موجود هنا عندنا، نقر فيه يكون لونه أزرق، نروح نغير الحجم من هنا إما بالتصغير أو بالتكبير. إذا نريد نصغره رقم صغير، إذا نريد نكبره رقم كبير. فنخليها 500 يكون ضخم بهذا الشكل، ونحطه في المكان اللي نشوفه مناسب. طبعا ما نحتاجه، نعمل له ديليت. وأي شيء طبعا ما نريد نضغط فقط ديليت. للحفظ نضغط على الطابعة برنت، ونروح نختار الطابعة اللي نثبتها مع البرنامج اللي هي اسمها أظنها برومو بي دي اف. نضغط برنت، هذا بيجينا هذا البوب اب، نسوي اوكي. سيكريت بي دي اف، نعطيه اسم طيب ايا كان ونعمل له سيف. طبعا خلاص حافظناه. بعد ذلك نفتح ادوبي إليستريتور ونسوي نيو فايل حجم A4، نحتاج افقي. نروح نفتح فايل، نروح الى بليس ونجيب المخطوطة من مكانها. هذه نسويها بليس. طيب، بتجيب على المخطوطة بهذا الشكل، نحركها عاد الحين دوران، نلف بها أو روتيت 360 درجة. طيب، نروح إلى Object، نروح إلى Flattening Transparency ونسوي تشيك على هذه الخيارات اللي مسويها هنا، نسويها أوكي. بعد ذلك نروح إلى أداة ال Direct Selection Tool، نحدد هذه الأشكال. بيظهر لنا أشكال كثيرة، هذه الأشكال تمنعنا من التلوين، من كذلك احنا نقدر نلون المخطوطة، يعني نلونها الحين بتضيع.
فالاشكال نحددها بهذه الطريقه، نعمل دبل ديليت، نقرب مره ثانيه نشوف هل باقي اشكال موجوده، بقيت الاشكال نحددها مره ثانيه، دبل ديليت، نشيك عليها مره ثانيه، خلاص ما فيها شيء، مرة طيبه. بس الحين ظهر لنا مشكله جديده اللي هي في فراغات بين الحروف، احيانا تظهر طبعا فراغات بين الحروف، الحروف تكون ما متصلة بشكل صحيح. طيب او انها مثلا شيء حرف متحرك اكثر عن الثاني، طبعا هذا على خبرة الالستريتر، المصممين يعرفونها كيف يسووها. طيب نمسك هذا الصاحب، ننقل فيه، نحطه في المكان الصحيح، يكون بشكل سموث معدل، وهكذا عاد. طبعا هذا شرح سريع عن تصميم المخطوطة وكيفية إخراجها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة.
طيب انتهينا من تشكيل المخطوطة، بس في نقطة لما نريد نشكل أو نغير حجم أي شيء في التشكيل هذا، نسحبه، يكون موجود هنا عندنا، ننقر فيه، يكون لونه أزرق، نروح نغير الحجم من هنا، إما بالتصغير أو بالتكبير. إذا نريد نصغره رقم صغير، إذا نريد نكبره رقم كبير. فنخليها 500، يكون ضخم بهذا الشكل، ونحطها في المكان اللي نشوفه مناسب. طبعا ما نحتاجه، نعمل له ديليت، وأي شيء طبعا ما نريد نضغط فقط ديليت. للحفظ نضغط على الطابعة برنت، ونروح نختار الطابعة اللي نثبتها مع البرنامج اللي هي اسمها أظنها برومو بي دي اف. نضغط برنت، هذا بيجينا هذا البوب اب، نسوي اوكي، سيكريت بي دي اف، نعطيه اسم طيب ايا كان، ونعمل له سيف. طبعا خلاص حافظناه. بعد ذلك نفتح ادوبي إليستريتور ونسوي نيو فايل، حجم A4، نحتاج افقي. نروح نفتح فايل، نروح الى بليس، ونجيب المخطوطة من مكانها. هذه نسويها بليس. طيب بتجيب على المخطوطة بهذا الشكل، نحركها عاد الحين دوران، نلف بها أو روتيت 360 درجة. طيب نروح إلى Object، نروح إلى Flattening Transparency، ونسوي تشيك على هذه الخيارات اللي مسويها هنا، نسويها أوكي. بعد ذلك نروح إلى أداة ال Direct Selection Tool، نحدد هذه الأشكال. بيظهر لنا أشكال كثيرة، هذه الأشكال تمنعنا من التلوين، من كذلك احنا نقدر نلون المخطوطة، يعني نلونها الحين بتضيع. فهذه الأشكال نحددها بهذه الطريقة، نعمل دبل ديليت، نقرب مرة ثانية نشوف هل بقي أشكال موجودة. بقت هذه الأشكال نحددها مرة ثانية، دبل ديليت، نشيك عليها مرة ثانية، خلاص ما فيها شيء، مرة طيبة. بس الحين ظهر لنا مشكلة جديدة اللي هي في فراغات بين الحروف، أحيانا تظهر طبعا فراغات بين الحروف تكون ما متصلة بشكل صحيح. طيب أو إنها مثلا شيء حرف متحرك أكثر عن الثاني. طبعا هذا على خبرة الإليستريتور، المصممين يعرفونها كيف يسويوها. طيب نمسك هذا الصاحب، ننقل فيه، نحطه في المكان الصحيح، يكون بشكل سموث ومعدل، وهكذا عاد. طبعا هذا شرح سريع عن تصميم المخطوطة وكيفية إخراجها. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة.